السلام عليكم. بصوا يا جماعة، دي نتيجة الإهمال في الزيت. طبعا زي ما انتم شايفين المكنة دي موديل 2025، يعني المكنة لسه جديدة. المكنة لسه جديدة زي ما انتم شايفين. تمام. ده إهمال في الزيت، ده ما ينفعش. صاحب المكنة بيقول لي أنا بعمل دورة غسيل بالزيت السايب. باشا أنت بتعمل إيه بعد إذنك؟ دورة غسيل بالزيت السايب. مين بقى اللي اخترع وقال لك كده؟ ميكانيكي. ميكانيكي اخترع وقال لك كده؟ ده اختراع، دي هبدة منه يعني، معلش أنا آسف ليه يعني. يا جماعه مفيش حاجه اسمها هعمل دوره غسيل بزيت سايب. هتعمل يا باشا دوره غسيل للموتور. عايز تعمل دوره غسيل مظبوطه، هتغير نوع زيت نضيف هو اللي انت بتغيره. تمام. وتنزله بعد 3 4 5 ايام كاقصى حاجه كده يا باشا، انت بتغسل موتورك وبتنضفه. لكن زيت سايب يدخل الموتور لا. زيت سايب يدخل الموتور يا جماعه لا. هنعمل دورة غسيل، نعمل دورة غسيل بزيت اللي بحطه للموتوسيكل. غير كده انا ما اعرفش يا باشا. الكلام ده يا باشا مش مظبوط. فاحنا اصول ما نسيبش الوضع يوصل لكده. حرام يعني، دي مكنه 2025. بصوا يا جماعه منظر الزيت. بصوا الزيت عامل ازاي. الراجل ده جاي بيشتكي بيقول لي المكنه ما بتجريش والمكنه صوتها بيعلى جامد. بحل قلت له طبعا ده ورق دبرياج. انا طلعت جربت المكنه بتنعر جامد. ده اهمال يا جماعه، ده ما يرضيش ربنا. سلام عليكم.